بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل محشي مشكل، يا رب يعجبكم. معانا فلفل وخضار مشكل، بدنجان، كوسة، جزر، ورق عنب، بصل، كرنب، طماطم. تعالوا بقى هنشوف هنعمل ايه. قبل ما نبدأ نقول بسم الله، نشوف هنعمل ايه. معانا الكبة نضرب فيها نص كمية البصل اللي معانا، نقطعه بس جوانح، وثلاث قرون فلفل. الفلفل الاخضر دوت بيودي المحشي في حتة تانية والله. نضربه كويس، كارو صغير كده مع قرون الفلفل، نخليها يعني مصححة كده شوية. ومعانا حلة نسخنها على النار، نحط فيها حبة زيت كويسين، وننزل بكمية البصل اللي معانا اللي احنا ضربناها في الكبة. وناخد الطماطم ونروح على الخلاط ونضرب كمية الطماطم اللي معانا. نمسك الطماطم بس نضربها نص ضربة كده مكسرة، نكسر يدوبك الطماطم. نروح نقلب البصل، نقلبها كده لحد ما تدبل، مش عايزينها ولا تحمر ولا تحمر ولا تتحمر. نقلبها كويس لحد ما لونها يبقى كده معانا، يدوبك تدبل بس كده اهو، زي ما انتوا شايفين. ناخد كمية الطماطم اللي احنا ضربناها، بصوا متكسرة كده، ننزلها ونقلبها كويس. ونسيبها بقى على النار لحد ما تتسبك كويس قوي. وهنا معانا بدنجان نطريه، هوريكم ازاي بس ايه نقور الكوسة والبدنجان والفلفل للي اول مرة يعمل محشي. ادي الفلفل بنقوره كده من فوق بالراحة، نشيل بالمقورة كده. معانا طبق ننزل بيه بكمية الرز بتاعتنا اللي احنا غسلينها ومصفينها، وبرده بكمية الخضرة اللي معانا مغسولة كويس برضو ومتصفية. بعدين بقى هنحط البهارات بتاعتنا، ملح، حطي كمية الملح المناسبة ليكي، وحبة كمون مش كتير عشان ما يمررش بس، ومعلقة كزبرة كبيرة. كزبرة برضو نفسها جميل قوي في المحشي. وفلفل اسود. البهارات دي بقى بتاعتك انتي، حطي الكمية اللي انتي تحبيها، مهم تظبطيها. وهنا بقى هتكون اتسبكت وطلعت قدامها كده لفوق، بصوا. وننزل بقى بيها على الرز والخضرة، ونقلبها بقى كويس لحد ما يتدخلوا كلهم مع بعض، يتجانسوا. قلبها بس كويس، اهم حاجة. معانا هنا حلة بنملى ربعها كده مية، وننزل بيها بالفراخ. الفراخ دي امهات على فكرة، بس طعمها جميل ونفسها زي العسل، بتدي شوربة كويسة دسمة نسقي بيها المحشي. نحط الصدور الاول وبعدين الوراك، عشان الصدور بتاخد وقت عن الوراك. ونغطيها لحد ما تغلي، ونطلع الريم بتاعها. نفضل نطلع الريم، وبعدين بقى ننزل بايه، بالبصل، بصلتين كده، ورق راولو، حبهان، وفلفل اسود. ما بحطش اكتر من كده في الشوربه. وهنا اهو بنلف الكرنب، بوريكم ازاي بنلف الكرنب اهو.
وهنا ورق العنب برضو بوريكم ازاي بنلفوه اهو، عشان اللي لسه مبتدئين اهو. بس ما بتتفكش ازاي. اوريكم واحدة تانية برضو اهو، نفس الحكاية برضو اهو، بوريكم هنا ما بتتفكش. خلص ونجيلكم. وهنا اهو بوريكم ازاي برضو بنحشي البدنجان، ما بنملهاش قوي عشان الرز بيزيد وما يطلعش بره الحاجة. وهنا برضو الكوسة اهو برضو، وبرضو الفلفل هنا برضو اهو الفلفل. على فكرة انا مقطعة في الارضية برضو، نسيت اقول لكم، بصل وجزر وطماطم وحبة ملح وفلفل اسود. على فكرة برضو بيبقى طعمه تحفة جدا جدا في التسوية. وهنا الفراخ بعد ما استلقت بناخد الشوربة بتاعتها نصفيها كويس بس كده، ونسقي بيها كرنب وورق العنب. نفضل نشرف في ورق العنب والكرنب لحد اول صبع فوق، اول صبع ما يطلهوش الشوربة خالص، ويزي في الحلة كويس قوي 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 لحد ما الشوربة تتجانس مع ورق العنب ومع الكرنب عشان يستوي كويس، ما يبقاش فيها حاجة نية. حطي حتة الزبدة وهو بيتشرب كده عشان يطعم فيها وهو بيغلي. ايوه كده، حتة زبدة محترمة كده كويس. وهنا برضو نفس الحكاية، حتة زبدة حلوة. ايوه، وهنا المعلقة فيها بقى. ونفس الحكاية برضو هنا على البدنجان والفلفل والكوسة، بنشربه بالشوربة كويس اهو. بس هنا بنكتر بقى الشوربة شوية عشان البدنجان يستوي كويس، هو كله بياخد سوا واحد. وده الشكل النهائي يا جماعة للأكل بعد التسوية. يا رب يكون عجبكم، وإن شاء الله تجربوه ويعجبكم. ما تنسوش بقى تحطوا اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.